زميلي عماد، يعني شخصيا كنت متشائما بخصوص هذه القضية ولا زلت متشائما، لأن كما قال ناصر بويش هناك لوبيات تتحكم في الكاف، هي تخدم مصالحها على حساب الجزائر. كما قلت لك في الكثير من أقول بأنني متشائل. لماذا؟ لأنني عندما أتحدث عن التشاؤم وكأننا نحصر تلك المعركة على الجانب الرياضي. أقول وأعود وأشرح يا عماد، للذين يتحدثون أو تحدثوا عن إعادة المباراة كانوا خارج الإطار. نتحدث أيضا عن قضية اتحاد العاصمة في هذا العدد وآخر التطورات الحاصلة في ملف هذا الفريق رفقة الفاف في محكمة التحكيم الرياضية طاس. قرار المحكمة الأخير وفق ما نشاهده في الصور جاء على طلب اتحاد العاصمة في الاستعجال تجميد نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وهو ما رفضته الهيئة بعدما لعب نهائي بصفة رسمية، وبالتالي فإن القضية ستأخذ وقتا أطول سيدوم أكثر من شهرين في أروقة طاس. نصر بويش بدون لغة خشب وبعيدا عن اللف والدوران، ومبدئيا أيضا يمكن القول أن طاس سوف لن تضع نفسها في ورطة مع الفيفا ومع الكاف وتعلن إعادة نصف النهائي والنهائي، بما أنه المباريات أو دورات الفيفا المقبلة على المنتخبات لعيون اتحاد العاصمة. طبعا الأمور اليوم تبدو واضحة، الفريق تم إقصاؤه من رياضيا، لكن سيفوز إن شاء الله سياديا لا محالة، وسيساهم يا نصر بويش بنسبة كبيرة في إبطال مفعول فريق أراد أن يتعدى على حدود بلد على حساب مقابلة في كرة القدم. مرة أخرى أنا نؤمن باللوبيات، يعني لما نشوف هذه الهيئة اللي هي الكاف اللي هي الأخرى كنا ننتظر أن حتى تدافع بشراسة عن الملف هي أيضا، لأنه كانت هي في الواجهة. فريق نهضة بركان كان خارج النطاق لازم نقولها. دونك الملف كان بين طاس والكاف لا اليوم هناك طرفين، الطرف ممثل في اتحاد العاصمة والاتحاد الجزائري، والطرف الآخر ممثل في الاتحاد الإفريقي، الجامعة المغربية لكرة القدم، ونادي نهضة بركان. لا نتكلم على الهيئة الكاف اللي دافعت على قلت لك هذا الملف بشراسة، وفي الأخير أخذت قرارات كما نقولوا احنا في العام ما عندهمش مارشارية لهم، خلاص قرارات أخذوا القرارات ماضونا في قراراتهم. هذه نظن أنه هذا الكاف هذه يعني. واللوبيات نظن لما يكونوا لوبيات يكون لوبي قوي من الصعب في بعض الأحيان أنك تغير أشياء. هذه الفكرة العامة تاعي في هذه القضية هذه. ما تشوفش أنه الاتحاد ما عندوش أمل في هذه المسابقة هذا الموسم؟ أنا نتكلم على هذا الموسم ما عندوش أمل، لأنه نشوفوا لا اللقاء النهائي تلعب كما نقولوا. لا تحكي على القضية. دونك أنا قلت لك الخلاصة تاعي أنه لما يكون عندك لوبيات من الممكن تقدر تدير كل شيء يعني. أمين، تعقدت الأمور أكثر بعد رفض الطاس تجميد نهائي الكونفدرالية. الأمور اليوم أصبحت أكثر وضوحا بما أن القضية ستأخذ وقتا أطول من اللازم، أليس كذلك؟ أكيد زميلي عماد، يعني شخصيا كنت متشائما بخصوص هذه القضية ولا زلت متشائما، لأن كما قال ناصر بويش هناك لوبيات تتحكم في الكاف، هي تخدم مصالحها على حساب الجزائر. كما قلت لك في الكثير من الحصص السابقة، اتحاد العاصمة كان مرشحا للفوز للمرة الثانية باللقب الإفريقي نظرا للمستوى الكبير الذي قدمه في كل مباريات هذه المنافسة الإفريقية، ولكن قضية نهضة بركان لم تسر في صالحه، وخسر النادي للأسف المجهودات الجبارة التي قام بها وقدمها في الدوريات السابقة. ولكن هناك الكثير من الأمور زميلي عماد التي فزنا بها في هذه القضية، وهي أنه استطعنا أن نقف وجها وسدا مانعا في وجه الكاف المغتصبة التي تواصل استفزازاتها للجانب المغربي، وفزنا أيضا بضرورة عدم الوثوق في أي هيئة كروية زميلي عماد، سواء تعلق الأمر بالكاف ولا حتى طاس التي لم تقرر أو لم تصدر أي قرارات في الوقت الحالي. يعني احنا اتحاد العاصمة أرسلت وقالت أنه قميص نهضة بركان يحمل شعارات سياسية، وهذا ما يعارض على قوانين الكاف، ولكن الطاس لم ترد بخصوص هذا الأمر، ويعني أقرت بضرورة لعب النهائي ولم تتحدث يعني نتحدث لك على يعني حتى طاس لم تتحدث أنه قميص نهضة بركان هل يحمل شعارات سياسية أو لا يحمل شعارات سياسية. فهمونا يعني لأنه أمين راح نعطيك بعض يعني التوضيحات بخصوص هذا الأمر. الطاس ردت مرتين على اتحاد العاصمة، وفي كلتا المرتين ردت على طلب اتحاد العاصمة في الاستعجالي. الطلب الأول هو إلغاء نتيجة مباراة الذهاب في نصف النهائي،
والطلب الثاني هو تجميد نصف النهائي تجميد النهائي مباراة النهائي. وكلا الطلبين كان لاتحاد العاصمة في الاستعجال رد الطاس لحد الساعة لم تدرس ملف اتحاد العاصمة في مضمونه المعروف، هو قضية القميص وما إلى ذلك. سيأخذ النهائي سيلعب أكيد سيأخذ وقت كبير، وهذا ما أراد وهذا ما أراد الجانب الآخر، ربح الوقت عماد، ربح الوقت. لعب النهائي صحيح الأسبوع المقبل، هذا مباراة الإياب، يعني وش تقدر دير يعني. صحيح. كما قلت انت في السؤال اللي وجهته ناصر بويش، لا اظن ان الطاس سيتخذ قرار ضد الكاف لعيون اتحاد العاصمه. للاسف شديد فريد، حسب رايي قرار الطاس بعدم تجميد نهائي كاس الكاف لا يهم بقدر ما يهم قضيه عدم شرعيه القميص الوهمي لنهضة بركان. إذا حكمت الطاس لصالح الفاف واتحاد الجزائر بعد شهرين أو أكثر من الآن في قضية القمصان، سينجر عن ذلك قرارات أخرى ضد الطرف الآخر اللي هو الطرف المغربي، وهذا ما نريده كجزائر بما أننا نحارب مع أعلى هذه القضية بعيدا عن النتائج والألقاب والتتويجات. وأنا كنت قلت لك في أحد الأعداد أنه بعض الأشقاء العرب هم ضد الجزائر في عديد الأمور التي تخص سيادة الدول. وأمس شفنا مباراة عادية بين الزمالك ونهضة بركان الذي لعب بالقميص الوهمي، يعني ولا اعتراض ولا أي مشكل، يعني المباراة لعبت بطريقة عادية جدا. أنا أتساءل هل الزمالك هو طرف في هذه المعادلة أم ماذا؟ طيب، أنطلق من ما انتهى إليه أمين قال بأنه متشائم، وأنا أقول بأنني متشائل. لماذا؟ لأنني عندما أتحدث عن التشاؤم وكأننا نحصر تلك المعركة على الجانب الرياضي. أقول وأعود وأشرح يا عماد، للذين يتحدثون أو تحدثوا عن إعادة المباراة كانوا خارج الإطار، كانوا متسللين وخارج الملعب، وكانوا يتحدثون برزنامة قوانين لا علاقة لها بالواقع. إذا أردت أن تعود إلى القانون وتحلل وفق منطق قانوني وتنتظر بأن الهيئة التي سوف تفصل في تلك المعضلة من الناحية القانونية، أنا أطرح موضوع فلسطين وما يتعرض إليه هذا الشعب الأبي بأطفال ونساء وشيوخ من مجزرة إنسانية لم يشهدها العالم من قبل، برغم من أن هناك رزنامة قوانين في اتفاقيات جنيف بعد الحرب العالمية الثانية تصر وتقر على أن هناك شعب يتعرض للإبادة، ولم يحرك يعني العالم بإنسانيته وبدوله يعني قيد أنملة فيما يتعلق فيما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق. لذلك أنا عندما رفعت لك مستوى التحليل على الجانب السياسي، أؤكد لك بأن الجانب الرياضي لا يهمه، هو غير موجود أصلا في خريطة يعني هؤلاء الذين يظنون بأن ما دمت تمتلك حق من الناحية القانونية سوف تنتصر بالقضايا. أبدا، الأمور لا تسر بهذا المنطق يا عماد. عندما تحدثنا على أن الاتحاد يمتلك كل يعني الرزنامة القانونية التي تقف في صفه، والقانون واضح وضوح الشمس بأن ليس لدى الفريق أو منتخب الحق في ارتداء قميص يحمل شارة سياسية، والخريطة تدخل في هذا النطاق. أما للذين يتحدثون ربما على الأسباب القاهرة التي منعت نادي نهضة بركان من إجراء مباراة الذهاب، أقول لهؤلاء بأن جملة سبب العائق يعني الظرف القاهر هذا فيه يعني اجتهاد كبير من الناحية اللغوية حتى تثبت بأن هل لديهم الحق في توظيف ذلك المصطلح من عدمه. البعض ذهب في تفسير ذلك المصطلح وحصره في الزلزال والفيضانات وسقوط الطائرات. من قال لك هذا؟ من قال لك بأن السبب القاهر في ذلك البند القانوني الموجود في الكاف والفيفا يتعلق بتلك الظواهر الثلاثة التي حصرها البعض في تحليلاته على مختلف الخطوات الجزائرية. السبب القاهر نستطيع أن نمدده ونقلصه وفق تلك المشاكل الموجودة بين هذا وذاك وبين تلك المصالح التي تحكم علاقة هذا بذاك. أنت تحدثت على الزمالك، أنا أقول لك لا مجال لإعادة مباراة اتحاد العاصمة. دعوكم من ذلك الوهم الذي يعني توزعونه على ذلك المناصر المتفرج الذي لا حول ولا قوة له. المباراة سوف لن تعاد، مثل ما قلنا على مباراة الكاميرون بأنها سوف لن تعاد أبدا. في رياضة كرة القدم قليل هي تلك يعني الأمثلة التي تم فيها الإقرار بإعادة هذه المباراة أو تلك، لكن أن نتحدث ونذهب بوضع هذه الرزنامة القانونية ونقول بأننا سوف نعيد مباراة نهضة بركان مع اتحاد العاصمة، دعوكم من الهراء. المباراة سوف لن تعاد، لكن هذا لا يعني بأننا خسرنا المعركة. أنا أقول لك إذا ما تم
لعب مباراة يوم الجمعة بين نهضة بركان والزمالك، وذهبنا في ذلك الطرح الذي لا أؤمن به وسوف لن يكون، سوف تذهب القضية إلى طرف ثالث الذي هو الزمالك، في حالة ما إذا رفع الزمالك الكأس وأقرت ما دخل لا وأقرت الطاس بإعادة المباراة وفق البعض يعني الذين يتحدثون، الزمالك سوف تدخل كطرف ثالث وسوف تختلط الأمور وسوف لن نجد لها أي حل. لذلك أنا تحدثت وقلت لك في لو تتذكر عند بداية هذه المعضلة، قلت لك لا يجب أن نوهم الرأي العام ومناصري الاتحاد بأن هناك تفاؤل في إعادة المباراة، سوف لن تعود المباراة، والكاف وفق المنطق المالي الموجود في هذه المنافسة سوف لن تخسر تلك الأموال وتعيد المباراة النصف النهائية والنهائية وما إلى ذلك. اليوم نحن أمام منطق معين سوف يفصل الطاس، وعندما يفصل الطاس سوف ربما يعوض فريق اتحاد العاصمة بكل تلك الخسائر التي نجمت عن هذه القضية. سوف يعني يحاذى فريق اتحاد العاصمة من التعرض لعقوبة الامتناع على مدار سنتين من المشاركة في الكؤوس القارية، وسوف ربما يمتنع أو يفرض على الفرق المغربية والمنتخبات أن تضع تلك الخريطة في قادم الاستحقاقات. هذا ما سوف تفصل عنه الطاس والكاف والفيفا وما إلى ذلك. لذلك أنا أقول وأعود بالتحليل للفار، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أقر بضرورة وضع البطولة الجزائرية تحت الفار في الموسم القادم. نحن سوف نستبق هذه الاتحادية وسوف نحلل بالفار للذين كانوا يتحدثون ويتهكمون على الجزائريين الذين قالوا بأن مباراة الكاميرون سوف تعاد. هل ينتظرون اليوم من قبل هؤلاء أن يتهكمون عليهم كردة فعل؟ نحن سوف لن ننزل إلى مستوى هؤلاء ولن نتهكم على الذين قالوا بأن مباراة الاتحاد سوف تعاد. لن نتهكم عليكم مثلما تهكمتم على المناصر البسيط الذي يعني كان يعني متشبثا بذلك الخيط في إعادة مباراة الكاميرون. المباريات لا تعاد يا عماد في المنطق الرياضي، سواء امتلكت رزنامة قوانين في صالحك أو لا. الأكيد أننا سوف نفوز بهذه القضية من عدة نواحي. أذكرك مثلا في سنة 82 في مونديال إسبانيا عندما يعني تواطأت النمسا مع ألمانيا على الجزائر، لم تقر الفيفا بإعادة المباراة. ماذا حصل؟ غيرت القوانين في المباريات الثالثة للمجموعات وصارت تلعب في نفس التوقيت تفاديا وتحاشيا لذلك التواطؤ الذي حدث على ظهر المنتخب الوطني الجزائري. في نهاية المطاف شاركنا في تغيير بعض القوانين على مستوى الفيفا. في هذه القضية سوف نفوز بهذا الجانب. نحن نددنا ونحن رفعنا القضية إلى الطاس كاتحادية وكفريق يرفض ذلك التسلط المخزني على هذه الفيدرالية الإفريقية لكرة القدم المختطفة، وهذه خطوة عملاقة في مستقبل وفي قادم الاستحقاقات. فقط أقول وأعود وأكرر حذاري ثم حذاري ثم حذاري من ردة فعل الكاف بعد هذه القضية. سوف يعني يجب علينا أن نستبق الأحداث من قبل الاتحاد ولا ننام بعد قضية الاتحاد، لأنه ما حصل في هذه القضية مع بركان كان يجب أن نتحلى بالروح الاستباقية في معالجة هذه القضية قبل الوصول إلى مباراة الاتحاد. لذلك أنا أدعو أيضا هذا الاتحاد إلى ضرورة النظر بعيدا. لاحظ معي الزمالك اعترض على ذلك الثلاثي او الطاقم التحكيمي للفار التونسي لان مدرب نهضة بركان تونسي. يعني هذا فريق يستبق الاحداث ويندد ولديه خبره. نريد من هذا الاتحاد ان يستبق الاحداث سواء في مباريات المنتخب الوطني القادمه، لان الامور التي سوف تاتي بروح انتقاميه يصعب على القوانين التي تحكم كره القدم ان تفصل فيها يا عماد. لكن اين الحل لما نستبق الاحداث؟ لازم يكون عندك على الأقل رجال يدافعوا عليك في الهيئة القارية. نصر بويش، ننتظر رد من الطاس في غضون 3 أشهر، نصبروا يعني على هذا القرار لفائدة واحدة ووحيدة، وهي أولا يعني الفوز بقضية نعتبرها قضية سيادية، ثانيا عدم التضحية بفريق آخر، فريق جزائري آخر الموسم المقبل في أي مسابقة قارية سواء دوري أبطال إفريقيا أو السوبر الإفريقي أو حتى كأس الكونفدرالية. أكيد لازم نكونوا كما فريق تقريبا قال كل شيء. صحيح. قال كل شيء. لازم على الناس على رأس الاتحادية والمسؤولين على الكرة الجزائرية أنهم يكونوا في المستوى المطلوب في كل شيء، في الانتيسيباسيون خاصة الانتيسيباسيون، لأن نتكلم على الزمالك ليزون رفضوا الحكم التونسي لانه معز شعباني مدرب نهضة بركان. هذه سي ان ديتاي
لكن عنده اهميه كبيره. عنده وشفنا أهمية بدليل لا شفنا ضربة النتيجه الجزاء. النتيجه ضربة الجزاء اللي صالحنا. والنتيجه بصفه عامه اللي حتى ولو كره قدم فيها شوط ثاني، لكن النتيجه في الاخير لصالح الزمالك. يعني لو كان يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع اللقاء هذا في القاهره، هدف راح يكفيهم. لكن هذه هي كره القدم. نظن انه الاتحاديه عليها النظر في اشياء كثيره كثيره، حتى ولو محليا ما زلنا بعاد في بعض الاشياء، لازم نقولها بكل صراحه. لكن على الصعيد الدولي والافريقي لازم نرفع المستوى، حتى المستوى تاع الرجال اللي في الاتحاديه هذه لازم يكونوا الناس المستوى. وشكرا جزيلا لك ناصر بويش. العوده تاعك كانت بقويه. العوده قدمت لا ما عندي والله حتى كانت قوية. الحضور تاعك اللي قوي. انا شكرا جزيلا ناصر بويش. امين. شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحه. الصحة. شكرا جزيلا لك امين. فريد تعطينا كلمه اخيره. هناك من يزيح البعوض من الكأس ويشرب الجمل. شكرا جزيلا فريد معطاوي. انا نحترم